احكي لنا اخر مصيبه عملتها في البروجكت. في زمان لما كنت في فتره كنت شغال ويتر وكنت انا مساعد ويتر مش ويتر، يعني كنت انا اللي هو الويتر هو اللي بينزل الاكل على الترابيزه، مساعد الويتر هو اللي بيطلع بالاكل معاه التري وبيعمل كده، فالويتر يقوم منزل فالويتر يقوم منزل، دي بس شغلتي يعني. كان معايا تري عليه 6 بولات شوربه سخنه ومغليه وبتاع، ده فواقف انا والويتر، فهي الترابيزه انا اعلى من الراجل، هو قاعد انا واقف، وكان راجل لابس بدله كده واصلع وبتاع، واضح ان عنده مناسبه يعني. فعملت التريك كده، فالويتر بيشيل البولات، فكل ما يشيل واحده التوازن بيختل عشان انت بيبقى اخف شويه، ما اعرفش هو شال غلط ولا شال بترتيب وانت ماسكه غلط. فروحت او انا ماسكه غلط دي فاتتني فمع تالت بوله كده ولا حاجه رحت التري اتقلب على دماغه على دماغ الراجل. فانا شفت منظر الجمبري وهو على دماغه، وقعت على الارض من الضحك الراجل طبعا يعني اتعصب، والشوربه مغليه بقى ودماغه بتطلع دخان، كل دي حاجات بتضحك. انا بالنسبه لي دي حاجات بتضحك قوي، في جمبري نازل على قرعته كده ودخان طالع منها وبتاع، منظر يعني ممكن تجيب معلقه وتبتدي تاكل اصلا. فقعدت اضحك، فالراجل طبعا اتعصب وقعد يزعق، وفين المدير، والراجل ده لازم يمشي حالا. وكانت كارثه، كانت بجد ساعتها كارثه، بس انا ما عرفتش ان هي كارثه غير بعدها، لان بجد الموضوع كان بالنسبه لي مميت، بيضحك قوي يعني. ما كان اسالك سؤال، طبعا اترفدت من كام شغلانه قبل كده؟ ما هو خلي بالك بقى من المطعم ده بتاعنا، فهو يعني الراجل يعني فاهم ان انا اترفدت، بس هو انا ما اترفدتش، هو انا ما اترفدتش، هو المطعم بتاعنا يعني